انتم اللي عطيتوني الشهره، وانتم اللي عليتوا بيا، وانتم اللي دفعتوا بيا الامام، وانتم تقدروا تهبطوني في 24 ساعه ما نبقاش. المهم غنديروا الحلقه ديال اليوم. الحلقه ديال اليوم هي واحد الجريمه كنت انا في لابيجي، ولكن ما خدمتهاش، خدمها واحد صاحبي اللي هو من بعد ولا رئيس ديالي، واللي هو العميد احمد الزاكي. هاد السي احمد الزاكي اليوم كاين وموجود، وسرد ليا مسكين، مشيت شفتو هو مريض الله يشافيه، والان راه في فتره نقاهه في واحد المكان مزيان الحمد لله مرتاح، وغادي يكون بخير ان شاء الله، غادي يكون بخير. انا متاكد لان صحته غادي تتحسن الحمد لله. وهدرت معاه هدر معايا على الجريمه هذه، وعطاني الخطوط ديالها كامله، وعطاني حتى رقم مسطره وفي كاينه في ليزارشيف وهذا وهذا وهذا. مشيت طلعت على داك الشيء ولقيته كاين وموجود. والسي احمد ما تعرف فيه غير معقول، وتعرفوا واحد الراجل عنده واحد الذاكره صداع بي كبيره، حتى ملي كان خدام معنا تيقد يعقل على الرقم ديال واحد السياره عندها علاقه بواحد الجريمه، تيعقل عليها واحد المده طويله، يقول لك الرقم ديالها قدا وقدا. الله يحفظه والله يحفظه والله يعطيه صحته. هاد الجريمه غنقول لكم اليوم ما غنبداوهاش من الاخر. انا فكرت ما نبداوش من الاخر، ما نقولش لقينا واحد الجثه مشينا درنا ليها كذا كذا كذا، لا نقولوها كقصه، نسردوها من الاول احسن. انا دورتها في راسي ولقيت من الاول احسن. واحد البنت في تفلت، بنت واحد العائله بسيطه. هاد البنت سميتها فاطمه. هاد البنت كانت تتقرا ووصلت البكالوريا، وزات البكالوريا وتوقفت على المدرسه. شنو السبب ديال توقفت على المدرسه؟ هاد البنت كانت زوينه في وجهها، كانت زوينه وكانت محسونه وكانت قلده كانت مرمي عليها العين ديال الرجال وديال التلاميذ او الطلبه اللي كانوا معها. هي كانت عفيفه ومن بعد راسها اللور، وما تدخل شيء في هذا الشيء هذا، وما تتصاحب مع حد، تتوقف مع البنات وتعاشر مع البنات وتدخل لدارهم، مديها بحفاظتها وتتعاون والديها. معروفه عليها كانت حاذقه حسب الحاله الاجتماعيه اللي هي كاينه في التقرير اللي داروا الشرطه، حسب ما قالوا الشهود. هاد البنت تقرب لها واحد الشيطان، واحد الولد من واحد العائله لاباس عليهم عائله فيها نفوذ، وتقرب لها. وكانت تيجي عندها امام الثانويه فين تتقرا او امام الاعداديه فين تتقرا، وتيجي عندها وتتبعها بالسياره بكذا بهذا مضرب موتور لانه ولد لاباس عليه وهذا. وحنا تنشوفوا هذا النوع ديال الاولاد وتنشوفوهم وتنعرفوهم. وانا غندير واحد الخرجه ديالي، لان هاد الخرجات هي اللي فيهم الافاده. بزاف الاولاد عائله لاباس عليهم وتركبوا في سيارات فاخره ماشي ديالهم، ما جابوها شيء على كتافهم ولا خدموا فيها، ديال مو ديال با ديال ختو ديال مو ديال با ديال ختو ديال نهار دارهم ما خدمتش فيها. او تيجي بشي موطور كبير وتيقربوا لدوك المدارس. ما تيمشيوش المدارس اللي هي مثلا الفرنسيه بحال ديكارت ولا بارزاك، دوك اولاد الاخوين، دوك المدارس اللي فيهم ولاد الناس لاباس عليهم ما عندهم ما يدوا منهم. تيمشيو المدارس اللي فيهم ولادنا العائلات البسيطه، العائلات الفقيره، وتما تيبقاو يوقفوا قدام دوك المدارس، تيوقف بديك السياره وتيبقى يمشي ويجي وتيتكسول وتيبقى يعجبو راسو ويبقى ينقع البنات ويزيد في الموسيقى زدف ديك الطوموبيل، وتيبقى تما يتلوى حتى تيصيد شي بنت مسكينه اللي تمشي معاه وتتصاحب معاه وتظن هي في راسها هذا راه ولد عائله لاباس عليها، راه غيتزوجني وغيدير لي البيرمي ويعطيني السوق وغيدير. تمشي تنقز لهاد خياتنا هادو، تدير الغلطه الكبيره في حياتها. مع ان دوك الاولاد للاسف كاع ما تيتزوجوا دوك البنات، ولكن تيستعملوهم بحال سياره التعليم، تيتعلم فيها داكشي اللي بغا وعاد تيمشي لجهه اخرى بحال سياره التعليم. صافي بحال سياره التعليم تيتعلم فيها ويدير فيها داكشي اللي بغا، وفي الاخر دارهم تيزوجوه ديك اللي بغاو دارهم، ولا ديك الموظفه اللي بغا، ولا ديك بنت عمو ولا بنت خالو. بزاف البنات تيطيحوا في هاد الشبكه هادي ديال دوك ولاد الاغنياء اللي تيبقاو يدوروا قدام المدارس وقدام الثانويات. شي بنات مساكن تيزلقوا تيمشيو معاهم، غرضها غير تبان معاه، غرضها غير يقولوا لها راه مصاحبه مع فلان،
ولكن النهايه ديما تتكون نهايه واحده، نهار تيرميها وتزيد في حالته مع الطريق وتتولي مدوله من المدرسه وتجلس ما تبقاش تقرا كاع، تكون هو سببها. وهذا الشيء اللي وقع لهاد البنت فاطمه، مشات مع هذاك، مشات معاه وفي الاخر الزاو طلقها وزاد في حالته مع الطريق. اش وقع؟ هاد البنت حملات منه، حملات من داك خينا، كانت تمشي معاه تدير واحد الدار، اليوم غدا حتى حملت منه وكتمت داك السر ما قداش تقولوا. شاف داك السيد مشد عليها، ولد عائله كبيره وهي فقيره ما عندها ما دير. هضرت مع امها وقالت لها السر، والبنت تعاود اسرارها لامها، قالت لها امي شوفي اش وقع ليا مع هذا. قالت لها واش غنديروا اويلي، اش غنديروا اويلي، ما عندنا ما نديروا اويلي، شداك اويلي كذا اويلي كذا. بقاو اليوم غدا هادي تيديروا عشوب باش تشهد، تياكلوا كاينه حقا، كاينه تطيح بنادم، تيديروا شي حاجه غير بيناتهم حتى حاجه ما كانت. وهذا الشيء تيوقع بزاف البنات وبزاف العيالات اللي من تيحملوا تينوضوا يبقاو يخرقوا من هنا لهنا باش طيحوا، ما تيطيحش، تيبقى لاصق فيها تتحمل، عاود ما تشوف تلتجأ للطبيب ولا تلتجأ للقضاء. وهاد البنت حملات ووقفت من الدراسه لان غادي يشوفوها، وبقات معتصمه غير في دارهم، وسترها امها، سترها على والديها، على باها، سترها على خوتها. والمراه بعض المرات والامات بعض المرات تيستروا بناتهم في هذه الطريقه هذه، وتتقد البنت تكون في دارهم حامله تعرفها غير ما خوتها ما يعرفوهاش، تدير لباس فضفاض كسوه هكا، ما تبقاش تحرك بزاف في الدار، تبقى شاده القنت جالسه ما تجلسش، وتقدم ما تكون تخاف من باها وتسترها. وهذه هي الكارثه، اللي خص تكون الصراحه ما بين الاب والام. ولدنا وقع عليه شي حاجه قول، بنتنا وقع عليها شي حاجه قول. شحال من ام تستر بنتها في هذا الشيء وتتكحلها في الاخر، وتقول لك لا انا خفت نقول لها با راه يقتل هذيك الساعه. شحال من ام تطلق عند ولدها الحشيش في جيبه والكارو في جيبه وتستر على باه، لا قلتها لباه مسخوط، باه يطلع عليه الدم يضربوا ديك الساعه يقتلوه، تيبقى يقول لها الهضره الخاويه، تيخرجوا على الدراري وتيخرجوا عليهم. الصراحه تكون الاب الام قولي لي اش كاين، وقولي لي اش كاين، اللي كاين قولها ليها في الاخر، قولي قلتها ليه، ماشي تقول لي وانا خفت نقولها ليه يدير شي مصيبه. هاد البنت امها ما لقات حل، مشات هضرت مع واحد خالتها في سوق الاربعه، قالت لخالتها شوفي، خالتها عندها شي جوج ولاد وبقى صغيره، قالت لها شوفي خصنا شي حل البنت، خصنا شي حل، حنا ما قادينش نديوها للطبيب يحيد لها بنادم، حنا ما قادينش شي مادين نديروا شي حاجه، حنا غنتفضحوا في الدرب، حنا غيوقع لينا شوفي كي ديري. قالت لها خالتها جيبيها ليا، هزتها خالتها داتها عندها وخلاتها عندها، وقالت الناس راه مشات خدامه. خالتها اش دارت؟ اتفقت معها واتفقت مع امها، قالت لها شوفي شتي اش غنديروا، البنت نخليوها تتولد ونديوها للماتيرنيتي في الرباط، وندخلوها في الرباط في الماتيرنيتي، نقول لهم حنا جينا ضياف واش داروا جا، وندير بحال المدنيه ديالي انا مع راجلي انا، ومن تزاد الدري نعطيهم سميتها، نقول ما عندهاش الكارني هاد الحاله المدنيه. فهمتوا اش بغات دير؟ بغات تجيب البنت عندها، ومن تبغي البنت تولد ديها الماتيرنيتي في الرباط، وتدخل البنت الماتيرنيتي، ومن البنت تولد امها راها بجنبها هي وخالتها، ويقول لهم عطيونا عافاك الاسم ديالها، وتقول لهم فلانه بنت فلان، على زهراء مثلا اللي هي خالتها، تقول لهم هي سميتها زهراء. حيت البنت في العمر ما بينها وبين ديك خالتها ما كاينش عمر بزاف، ما كاينش، يقدروا يغلطوا، ماشي بنت صغيره، راه هاد البنت كبرات وكبيره، لانها قد البنت تقريبا ديك الساعه عندها واحد كما قال لي السيد عندها واحد شي 22 عام، وخالتها يكون عندها شي 26. ونجحت العمليه ودخلت البنت الماتيرنتي ديال الرباط، وولدت بنيه صغيره، ولدت بنيه، وجاو الاداره ديال الماتيرنيتي وقال لهم ها سميتها، عطاهم الحاله المدنيه، وتقيدت البنت وخداو شهاده الازدياد وخرجوا من تما، وجاو السوق الاربعه، وجلست المراه واحد 10 ايام، ومشات قيدت البنت في الحاله المدنيه بان هي اللي ولدتها، هزها في يدها هي اللي ولدتها، وقيدتها في الجلبه وقيدتها ودازوا من هنايا، ان البنت ما داتش بالبطاقه الوطنيه بحجه بان ما عندهاش. هذه البنت بقات مع خالتها في سوق الاربعه، هذيك خالتها راجلها ساق الاخبار بلا ما نقولها فونكسيون ديالو، لانه كان
كان راجل خدام تيمشي ويجي خدام في الصحراء، وبقات عايشه، وراجل قبل ديك البنيه الاخرى كان عندها جوج وليدات، وقبل ديك البنيه وقالوا ولا الضالين امين، وجات البنت التفلت كانت خدامه وها هي جات بخير ولا خير. هذيك المراه بقى قابله ديك البنت، ولكن فاطمه خصها تتزوج وتعرف مع واحد الولد من حومته، وبقات تتمشى معاه. ولكن قال لها واحد النهار سمعت شي هضره، واش انت بصح كنتي حامله؟ قالت لي لا ما كنتش حامله. قال لها انا سمعتها. قال لها ما كنتش حامله. هاد الهضره سمعتها وهي تفارق معاه، ضربت عليه صافي. وبقات عايشه مع دارهم، تخدم شي خدمه بسيطه، مشيت تخدم شي خدمه بسيطه وتجي مره عند سيبال، مره تخدم في خياطه، مره تخدم في هذه وهذه. تعرفت مع واحد السيد اخر تصاحبت معاه، كان عسكري. العسكري وقف بانه غيتزوجها، ولا تتبغيه ولا تيبغيها. العسكري بدا تياخذ معلومات عليها، تيدخل لدارهم، تيخرج كذا، تيهضر معاها، ما هضرهم في الخطوبه، الامور غدا مزيانه. حتى لواحد النهار وقال لي هاد الكلمه، قال لها انت ماشي بنت، انت كنتي حامله. قلت لها انا عمري ما كنت حامله. قال لها انت كنتي حامله وانت ماشي بنت، وانت ماشي غندوز عليك ونشوفك واش بنت ولا لا، واش مدوزه الفريضه ولا لا. نوضت معاه الصداع، وفتعلت داك الصداع، فتعلاته ونوضته معاه، وقالت لي تفارق معايا، وتفارق مع داك السيد، مشى في حالته وغبر. وبقات عايشه بوحدها، ولكن ديما كانت تتخمم يكون عندها شي واحد، يكون عندها شي صاحب، يكون عندها شي واحد غتزوج به. بقات تتقلب. علاش؟ عرفت بزاف الناس تيقلبوا على الزواج باي وسيله، بزاف البنات كاين شي اللي خصهم غير يتزوجوا بحال هاد فاطمه، خصها تتزوج، خصها تتزوج والسلام. كاين شي بنات ما يفكروا في خدمه، ما يفكروا في مستقبل، ما يفكروا في حتى شي حاجه، خصها غير المهم يكون عندها راجل، غير المهم تتخمم اولي انا كبرت، اولي وصلت دابا 20، اولي في 28، اولي انا ما بقى عندي حد، شكون اللي غيديها فيا؟ مرات تمشط، مرات تخرج بالسروال، مرات دير اخوانيه زعما انا وليت اخوانيه، مرات دير متحجبه، ترجع عاوتاني للسروال، دير السروال، كل مره تتبدل مسكينه. خدامه على داك السيد اللي غيتزوج بها، خدامه على السيد اللي غيتصاحب معاها، هذه هي فكرتها. تجي للدار قبل المرايه، ما تقلب على خدمه، ما تقلب على والو. الا حتى خدمت شي خدمه خدمت الدور عليها تقلب. كاين شي بنات تيصحابوا الزواج ما عرفتش شنو هو عندهم. الزواج راه شي حاجه خصها تكون، وخصها ولا بقيت بلا زواج ما عرفت شنو كاين. تنساو بان الله هو اللي تيكتب داك الشيء، وكل وحده عندها رزقها، وكل وحده عندها راجلها، كل وحده تيكتب لها الله اللي تيزوجها، والله اللي تيزوج، والله اللي تيسبب في الزواج. وهذا الشيء معروف عندنا حنا الناس. تيقول لك الناس باقي رزقها ما كاين شيء، وباقي ما جابش الله داك ولد الناس، ما جابش الله داك ولد الناس. اش تنقولها؟ ان الله تيجيب داك ولد الناس. خص غير البنت تبقى بالعفه ديالها، وتبقى صابره، وتبقى شاده راسها، وتبقى محافظه على البكره ديالها والعزوبيه ديالها وعلى اخلاقها. غادي يجيب الله والناس يجيبوا الناس، لان البنت تتقلب على الراجل. تيقولوا النصارى، وغنقولها بواحد بالفرنسيه، افيرس دو شيرشي ان ماري اون دوفيان بروستيتوي. من كثر الوحده تبقى تقلب على الراجل تتولي فاسده، قلب هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا نتصاحب مع هذا لا هذا مشى نشوف هذا شو مع هذا، تولي فاسده. وهادشي اللي وقع عليها مسكينه، بقات تقلب من هذا لهذا لهذا هذا. تعرفت مع واحد الخياط، وداك الخياط كان زوين ومحسون وما مجوج شيء، وعنده دارو وعنده محالو، وتصاحبت معاه وبغاتو لواحد الحد ما تيتصورش، واتفق معاه هي على الزواج. وفكرات واحد الفكره شيطانيه، قالت لي مشات تبحث وعرفت بانني انا عندي بنت. والبنت ديك الساعه وصلت 6 سنين في عمرها، 6 سنين وصلت نتعرف مع الخياط، 6 سنين. شوف شحال داز على الحمل، 6 سنين. والبنت عند ديك المراه، وبدات تخمم لي تقول واحد النهار غيعرفوني بانني انا عندي بنت، حيت هي ارتكبت شي غلط. حتى هي كانت مره تمشي عند ديك خالتها وتجي معها البنت التفلت، تتخليها عندهم 4 ايام 5 ايام وتترجعها، عاوتاني تجيبها وترجعها. والبنت ولات عارفه صغيره، ولات عارفه بان هذيك هي امها، مع انك تقول لها ما تقوليش ماما، ولكن الجيران حي شعبي، احنا عارفين الاحياء الشعبيه ديالنا. فرانك الجاوي تيبخر الدرب كامل،
الناس راه من عينهم هذيك راه بنتها، هذيك هي اللي كانت حامله، ايوا راه تجيبها وديها، راه كذا كذا. هي فتحت راسها من تجيب البنت ديما ديما ديما. ولكن من دارت هذا المشكل هذا ولات تقول اي واحد غيخطبني الا وكاين هذه البنت غادي يعرف هذه البنت هذه. ولما جا الخياط قالت الخياط غادي يبقى يبحث، ان الخياط عرفوا بانها مفتضه، قالت لها ودي انا واحد كان غيتزوجني وفتض البكره ديالي لان بقات يمارس معها الخياط في محاله وفي دارو. وقالت لها ودي هادشي اللي كتب الله انا. والخياط قال لها انا ماشي شغلي، ماشي كاع بنات العالم عزبات، هادشي تيوقع. واللي ستر بنت راه الله تيسترو في هذا المجال، ربي تيسترو، تيقولوا الناس تيعرفوا احسن منا. الخياط قبل بقدر الله، ولكن الخياط خافتو يوصل ويعرف بانها كانت حامل وعندها بنت. هي ما بغاش الخياط يعرف، ما بغاش ديك البنت تبقى تماما، ما بغاتش ديك البنت تبقى في حياتها، ما بغاتش ديك البنت شي نهار الخياط يبحث باغي يتزوج بها مع المده وصل ديك البنت وعارفه راسها غتجيب ديك البنت تجيبها لانها ولات تتوحشها وتتجيبها. وعرف الخياط غيعرف العلاقه ديال العائله كامله، غيعرف باها امها اللي تزوج بها، عرف خالتها وعرف كذا وهذا وهذا. ربما شنو هو الحل اللي لقات واحد الحل شيطاني وخطير وخطير. جات واحد النهار عند خالتها السوق الاربعه وجلست معها وقالت خالتها غادي ندي معايا البنت تيفلت، جلس معايا واحد السيمانه، راه كاين شي حفله حدانا وكاين شي عرس وكذا والدريه مع الدريات وهادي. خدات لها حويجاتها جابتهم معاها وجابت البنت عندها الدار. اجدرت في الدار عزلات البنت بوحدها في البنت عندهم السكن الفوق والتحت، هي شاده الفوق عايشه فيه، شدات البنت الفوق وما خبرتش امها بهذا العمل اللي غادير ودارته بوحدها. شنو دارت؟ خلات البنت بالجوع، ما وكلتهاش من اللي جابتها، ما وكلتهاش النهار كامل، جابتها مع الصباح ودوزها النهار كامل ولا غدا ما وكلتهاش حتى توصل 12 النهار. والبنت تقول لها ماما جات، ماما جات، ماما جات، ما تقولش لي ماما جات، ما تقولش لي ماما سكتينا دابا تجيك تاكلي، جلسي تما. تخرج وتجي وسد عليها الفوق، والديها مشغولين، امها مسكينه تمشي تقلب على طرف الخبز، كانت تخدم مسكينه هنا وهنا. شدات من جواتها وفي الاخر مشات للسوق وجابت داك السم اللي تيقول لي الدواء ديال البرغوث ولا ما سميتو، وجابت داك السم ودرتو لها في الكفته، درتو لها اولا في العنب، شدات العنب ودهناتو بداك الشيء، دهناتو عمرت العنب وصوبته ولا حطاتو ولا كل العنب. البنت بقات تاكل، كولي 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 كولي. البنت كلات بزاف ديال العنب. في الاخر البنت بدات تطرد وصفات. مشات جابت لها الكفته ودات لها الكفته فيها السم من جديد وعطاتها الكفته تاكلها، تقول لها كولي الكفته، كولي. بقات البنت مسكينه تاكل. البنت تخنقات بداك السم، تخنقات ولكن ما ماتتش. وصلت قربات العشيه ودارهم غيجيو، البنت ما ماتتش وهي تنوض، هي قجتها بواحد السيف، خرجتها وقتلتها وحطيتها تما فوق الفراش وشطبات الدنيا. ومجاو عائلتهم قالت لها شوفي ما تنوضي صداع، البنت ماتت. قالت لها كيفاش؟ قالت لها البنت ماتت. قالت قبيله شتا الكفته وشتا العنب وهي تموت. طلعت تما شافتها قالت لها مالها هكا دايره زرقاء ولا؟ قالت لها صافي سكتينا، صافي ماتت. بقى لاصقه في حياتي كلها صافي. ما عاقت بان قتلتها، ما لقاو ما يديروا، غيمشيو عند بوس يقولوا بنتنا قتلات، شنو غيديروا؟ وهي تمشي عند داك الخياط، مشات عنده قالت لي اسمع نقول لك واحد القضيه، انا تنبغيك وانت تتبغيني، وبلا ما تبحث عليا، راك تتبحث عليا وتتسول واش انا فعلا كانت عندي شي بنت. انا ما عنديش بنت، ما بقاتش عندي بنت. انا البنت اللي كانت عندي تحيدات قتلتها. حنا اليوم غادي ندفنوها، راه دارنا غيتكلفوا غيدفنوها. وقالت لي كل شيء، قالت لي الصراحه كامله. شوف احماق، شوف الهبال. قالت لي انا قتلتها، انا قتلت البنت. وين بنتي قتلتها؟
انا عرفتهم قالوا لك انا حامله وقلت لك وحملت، غيقول لك انا ولدت وبان البنت عند خالتي، فهذا انا عارفه كل شيء شنو في راسك. انا جبتها قتلتها وراني بغا ندفنوها صافي، صرت على النبي ونعيشوا حياتنا هانيين، ما كاين لا بنت لا هذه لا هذيك. الخياط تخلع مشى لدارهم، مشى عند امه قال لها واش وقع عندكم انتوما؟ قالت يا سيدي اللي عطى الله هو هذا، البنت راه كلات السم، هذه امها كلات السم هذا. علاش درتي انت باش تقول هذا؟ قالت لي شوف ياك باغيني وتعيش معايا، انت حضرتي شي حاجه كذا كذا صافي. دابا السيده الوالد غيتكلف، هو غيجي غدا ان شاء الله ندو البنت ندفنوها. صرت على النبي انا غنجيب حال المدني عند خالتي، دابا غنركب عندها نجيب حال المدني، البنت ماتت صافي، انت ما كاش خاسر. بان لها كل شيء سهل، هي كبيره وفي عقلها برهوشه، بان لها صافي غادي يجيو الطوموبيل الموتى غتهزها غيديوها غيدفنوها وصافي. صرت على النبي ومشات هي عند خياط تصارحوا، صار الخياط لان عرفت الخياط بغا يسمع، هو قريب لهم غيسمع الجنازه عندهم، غيجي يشوف، عرفتو غيجي يشوف بانه اش مات عندهم، شكون اللي مات عندهم غادي يجي يشوف. اللهم كتسبقها لي نقول لها سيدي قتلتها باجلك، انا قتلتها تنبغيك انا عليك انت قتلتها، حيدتها من طريقنا. الخياط ما كانش من المعكازي، مشى عند بوليس ديريكت قال له اش كاين اش كاين هنا. انتقل السي الزكي كما قال لي هو الكوميسير بحتات، كوميسير حميد بودير. علاش تنقدروا هاد الناس باش نقول دوك الناس تيقول تنجبد من الخيال، تعطي شهود على الحادث اللي باقيين حيين الان. السي الزكي رئيس فرقه، السي محتات عميد شرطه، السي بودير عميد شرطه، وانتقلوا لتيفلت وعينوا ديك عينوا مشاو تلاقاو بالبوليس ولقاو داك الخياط. قال لهم سيدي هاد البنت جات عندي، قالت لي قتلت البنت اللي كنت تبحث عليها. واش قالت لي اش قالت لي؟ وانتقلوا لعين المكان وعينوا الجثه ديال البنت وداوها المستودع الاموات ودار عليها التشريح، وتاكد بان البنت واكله السم في الكفته واكله السم في العنب، وماشي السم اللي قتلها ولكن الخنق اللي قتلها. هنا بدا بحث اخر مع البنت لما جات واعترفت، وبدا بحث اخر. وقال لي واحد السيد قال لي واحد العميد قال لي السي بودير حميد قال لي اللي كان معاهم، قال لي لما جبناها قلت لي مغلبس حوايجي من لقاو عليها البوليس ديال التيفل، مشاو شدوها من جابوها، قال لك لقاوها دايره الحجاب وهذا وجايبها مع القران. دخلت هذا ودخلت للبيرو وما هضرت، بقات تشوف القران وتيهضروا معاه تحطوا وبدات يسكتوا تيقداو شي شغل او تيديروا المحاضره تبقى تجبدوا، ودار الحجاب ودار داك الشيء ودار مغطي راسها متحجبه. وقال لي هكا كانت هي، هكا كانت في الايام تعرفت مع الخياط ولات متحجبه، لان الخياط قال لها خصك تكوني متحجبه، وقالت لي انا متحجبه. انا ما تهضرش في المتحجبات، ولكن شوف التخربيق اللي تيدخلوا الدين في افعال باش يغطيو على انفسهم، باش يظهروا واحد المظهر، باش يبانوا بواحد المظهر. بعد البنات تيبغيو يبانوا بشي مظهر ديال الانسانه والمتدينه وزعما تيقوا فيا وخذوني وانا معقوله وكذا وهذا. علاش صاحبي؟ اما هك وحنا كنا متدينين وكنا مسلمين بالحجاب او بدونه وباللحيه او بدونها، احنا كنا مسلمين، كنا نشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وضحكني لما قالها لي يا سي حميد، قال لي متعجبه ودير القران دير كانت جابوها البوليس حيت كانت تلبس من الخرج تعرف مع الخياط. واش فعلا الخياط واش هو قال دير داك الحجاب ولا هي دارت الحجاب باش تصيد الخياط؟ ما عرفت. وبدا البحث في هذه القضيه معاها، بداو تيبحثوا معاها تيقول لها شكون اللي حملك، رجعوا المنبع ديال المشكل، شكون اللي حملك. وجابوا داك ولد شوف شحال داز عليها 6 سنين، عاد جابوا داك الولد، ولد دوك الناس الاغنياء، دوك الناس اباها كما تيقولوا، دوك الناس اللي عندهم نفوذ، عاد جابوا داك ولدهم شنو خسر عليها في ذاك الوقت؟ ما كاينش لاضين، خسر عليها صعب معاه، ولكن ما حملتها ما والو. دازت 6 سنين ما حملتهاش انايا، انا كنت رافض صافت معها، ولكن مثلا ما حملتهاش. وتقدم الدري للعداله، دخلوا المحامين، دخل هادي وهادي، خرج الدري والو، ما دات منه حتى حاجه، خرج في حالته. اولا نقول هذه القضيه، هذاك الدري لما بدا في البحث، لما بداو البوليس مشاو لدارهم واستدعاوه وداك الشيء، هرب ودا عليه مدة بحث وتشد في ذيك الايام، تشد داو عليه مدة بحث وتشد. دارهم ما بغاوش يقدموه للعداله، ما بغاوش وخباوه، والبوليس داروا مدة بحث. البوليس حماو راسهم مع انه ولد عائله ولد كذا، داروا عليه مدة بحث، ما بغاوش يجيبوه دارهم.
وتلقى عليه القبض، ومشاو جابوه البوليس، ومن جابوه دا الانكار، انا ما حملتهاش، ما عمري حملتها، ما عمري شدت البكره ديالها، والله اعلم. وتقدم العداله، وتقدم وما مشاش للحبس. ما غنقولش انا وعلاش ما مشاش للحبس حيت ولد اغنياء، هذا 6 سنين باش غيثبتوا، باش غيثبتوا بلا دين، ما كانش ديك الساعه غيثبتوا ببصمات، باش كان داك الشيء. علاش ما قالتهاش في وقتها؟ علاش ما ذكرتهاش ديك الساعه؟ يبقى شاد هو غير ديك، ماشي انا، يبقى شاد فيها. شنو هو يقولها بزز؟ شنو فلت بهادي ولا بهاديك ولا بتدخل ولا بكذا ولا كذا؟ فلت. هي اللي استراتو، هي اللي استراتو النهار الاول، هي اللي ما مشاتش قيدت به النهار الاول، هي اللي من مشات من تحملت تشد فيه ومن تولد تشد فيه. علاش خافت؟ الناس خافت. ولد ناس عائله كبيره، واش شدك معاه؟ شدك معاه ولد عائله كبير، شدك معاه انت كاع. علاش؟ هنا هادشي ناخذو منه درس. شنو غنستافدوا من هادشي هذا؟ شنو غنستافدوا؟ ها هي بنت كانت زوينه، كاع الرجال بغاوها، كاع الولاد بغاوها، كانت طالبه تتقرا، حصلت على البكالوريا ديالها. انت بوحدك، انت في ديك المدرسه بوحدك، اللي بالك دخيله توقف تما بالطوموبيل تكسر ولا بالموتور عر راه تيجي تما بحال شي صياد شاد سلاح وتيقلب في الغابه، تيشوف شي طريده ولا شي ضحيه ولا شي حمامه طير يضربها. هادوك تيجيو قدام باب المدارس بديك الطوموبيل ديك الموتور تتكا ولد فلان ولد فلان. اش تيجي يدير تما؟ تيجي على جوج حاجات، تيجي يبان على ولاد البسطاء ولاد الفقراء، تيجي يبان عليهم تما، وتيجي شي وحده يديها من تما، شي خفيفه، شي وحده اللي بغات تبان معاه، تيديها ويدير منها سياره التعليم، وعاد تيشري السياره اللي بغا هو، تيدير منها سياره التعليم يتعلم فيها، عاد تيشري السياره اللي بغا هو. وراكم فهمتوا هذا المقوله اش بغيت نقول بها؟ هادي هادشي تيأثر. وهاد القضيه خايبه، لانه فكروا من اجل الزواج، من اجل الحب، قتلت بنتها اللي تمشي تشوفها ديما وتجيبها اللي ولدتها، وكلتها العنب ما ماتت، جاتها الكفته ما ماتش، العنب مسموم ما ماتت، جاتها الكفته خنقتها، ومشات عند الاخر قالت لي فضينا صافي. بحال الاخر كان متفق معها وراجل سخاوي، كون غير استرشت معاه تقول لي وعندي بنتي وبغيت نقتلها مثلا، واش غيقول لك؟ غادي يقول لها واش انت حمقى؟ يلاه يقول لها كاع واخا، يلاه مثلا نتورطوا معاها، السيد والو غدا معاه تقولي ليه ديك البنت اللي انت تبحث وتدي في راسها دار بانه راه عارف البنت وعارف كل شيء، لان الاول عاق بها والثاني عاق بها والثالث عاق بها وجا عاوتاني الخياط، باقي الخياط ما قالش يا الخياط، ما قالش حسب التصريح ديالو هو في المحضر، ما قالش انت راك حاملك على البنت، ولكن قالت راه قالوها ليه، حيت الدار كله عارفه، حيت ديما تجيبي البنت سوق بعد تجيبيها، ما نسيتيهاش وتجيبيها، ولكن تجيبيها شحال من مره، حيت بنتك تتبغيها، ولكن امام الحب عمى عينيك، الحب عملك عينيك. راه كاين البنت اللي من اجل الحب تدير كارثه لدارهم، من اجل الحب تدير كارثه. وحده في ميريكان وكلفت واحد قتال يقتل دارهم كاملين على واحد تتبغيه. وهذيك لا بون دابادير في المانيا، واحد العصابه بون دابادير سرقوا واحد بنت وطلبوا لبوها راجل غني كبير، طلبوا لي فلوس صحيحه وعطاهم فلوس. وعلى شكون اللي دار العمليه؟ دارتها البنت، حبات واحد من ديك العصابه وقالت لي انت تنبغيك تنموت عليك ونقول لك واحد القضيه، نعطيك واحد الكاد، نعطيو لصحابك هاد العصابه ديروا لبا كذا كذا. من اجل الحب خرجت على باها، من اجل الحب تخرج على والديها، خرج على كل شيء، هادشي اللي دارتها من اجل الحب، قتلت بنتها، من اجل الحب الاعمى، الحب الممسك، الحب الملوث، ماشي الحب النقي، الحب الشريف. تقبلوا مني هذه الحلقه، هذه وهي الحلقه الاولى ديالي، وانا عاودتها لكم، ونتمنى في المونتاج ديال ولدي وهادشي يخرج داكشي مزيان. نتمنى من الله ما تكون لا صوره ناقصه لا صوت ناقص، الا كانت شي صوره ناقصه صوت ناقص تحملونا في هذيك الحلقه التجريبيه. نتمنى الله تكون بخير، وانا معكم ان شاء الله، وحنا زايدين في هادشي هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى، واش غادي نقول دابا؟ بركاته ولا بركاته؟ وبركاته وبركاته باش تكون خاطنا. والسلام. تهضر وتتكلم ولو تهضر غير بورطابل، ولو تقولها غير في البورطابل. غادي تتبع الحلقات ديالي كما كنت من خلال هذه القناه اللي هي ديالي، وكاين عندي حلقات عند حدث 24 باقيين عندهم حلقات، وانا ما نقولش لهم الان ما نقولش لهم لا حبسوا دوك الحلقات ديالي، ما نقولهاش لهم. علاش؟ حيت دوك الحلقات باغي الجمهور باغي يشوفهم، انا باغي نكون شي محسد
ولا راجل فيه البغض ونقول لا وقفوا داك الشيء ديالي حبسوا صافي انا كذا كذا، لا. وديك الحلقات كيما هما عندهم غادي ندوزهم يبقاو حتى عندي انا، يمكن تفرجوا فيهم عندهم وعندي، انا ما عنديش مشكل. وما عنديش مشكل شي واحد يخرج شي حلقه ويدير فيها اللي بغا، ما عنديش مشكل. ما عنديش مشكل شي واحد يسترزق مني، يسترزق يدير شي حوار شي حاجه ويسترزق مني، ما عنديش مشكل. مع ان بعض الناس تيجرحوا تيمسوا بيا، مع ان بعض الناس تيقيسوا بشخصي وتيقيسوا بعائلتي. اخر ما شفت واحد خدام تيسترزق مني وتيقول لي سير استخراجك كبرتي سير تجلس، تيقول لي سير تجلس ما بقيتي تصالح والو، وتيقول شي حوايج فيا ما مزيانين شي، وفي الاخر تيقول الناس وديروا لي لايك، ديروا لي لايك وديروا الجرس. تيسترزق مني وتيهني وتيهضر فيا، ما تيهمنيش هذا، ما تيهمنيش. انا ما جاوبتوش شي دابا، ولكن غير تنقول بعض الحلقات انا كيفاش حتى وصلت لهذه الشهره، كيفاش وصلت، شنو هو السبب حتى وصلت لهذه الشهره. واش هو داك السر ديالي ديال الحلقات، واش هي العفويه ديالي، ماشي غير هادشي بوحدو. ما بقاش المنتوج اليوم في القنوات المغربيه، في اليوتيوب بالضبط، في اليوتيوب بالضبط ما بقاش شي منتوج بغاوه المغاربه وزوين، بغاوه المغاربه ما لقاوش، ومن بان لهم ديالي انا فيه شويه د الربح وزوين جاو لعندي. راه المنتوج اللي ما بقى شي، راه واحد عدد كبير ديال القنوات ولاو حاضين غير مناسبه، غير شي واحد. الميلودي وقع عليه المشكل، السي الميلودي صديق ديالي وقع عليه مشكل مع ولادو، خرجوا منه العجب وخرجوا منه افلام وقنوات، والميلودي فجروها، الميلودي تيدير فلان تيدير، غير شي واحد توقع عليه شي حاجه، شي فنان او شي مغني او شي موظف كبير او شي راجل في الحكومه، تيمشيو تيتجاراو، يبقاو يهبشوا فيه، يمشوا تيبقاو يمشوا فيه ويجبدوا فيه، تيسترزقوا منه. يا ودي المغاربه بغاو المنتوج، تنقول هاد القنوات شوف عندك شي منتوج جبدو صاحبي، شوف شي حاجه تحطها للناس جديده، شوف شحال الناس تحطوها للناس. وتبقى انت النهار كنت تصد كاميرا وحساس، الخراز ونمشيو نقلبوا على الخراز، الخراز يفعل كذا، الخراز فعل كذا، الخراز فعل كذا. انا ما تنبقاش لي باستجوابات. القناه اللي جات عندي تندير معاها استجواب، القناه اللي جات عندي تنقول الله يعاونكم، القناه اللي جات عندي تعطيهم النصائح تنقول ديروا. شحال من الاخوان عطيتهم منتوج كنت مخبيه مخزون عندي، وتنقول اش غديروا واحد القضيه، غديروا واحد المنتوج غنعطيه لكم، ديروا هذه وديروا هذه وسيروا خدموا على هذه القضيه هذه. راه المنتوج موجود وكاين بزاف ما يتقال، ماشي نبقاو حاضين حنا غير فلان فنبقاو ندور غير بلاصتنا. راه عطا الله ما يدار صاحبي، راه المغرب كبير والعالم كبير. جيبوا قضيه من برا، جيبوا قضيه من الخارج من الداخل، هضروا في مواضيع اجتماعيه، هضروا في مواضيع اقتصاديه. واش انتم شادين كمان حاضين غير واحد راجل لابان تمشيو ليه تتجاراو، ومن تيسالي ذاك الراجل تقلبوا على راجل اخر، يسالي هذا تمشيو لهذا، يسالي هذا تمشيو لهذا. هادشي اللي عندكم، عطيو الشوز ديالكم. ما نهضر لا فلان لا فلانه لا فلان لا فلانه. عمري هضرت انا في شي واحد، انا قلت شي واحد عليه دار ولا دار، انا تنبغي بالخير للناس. انا قلت لكم اخوان جاو عندي، اخوان عندهم كاميرات وقنوات، تنقول استجواب درتو معكم شنو بغيتو، ودير معنا، تنقول اش غندير معكم انا نوريكم اش غديروا انا، سيروا ديروا هذه وديروا هذه وديروا هذه، بقاو ديروا هذه بعدهم الاعراض الناس والهضره في الناس وتابعين الناس من اللور تسترزقوا منهم. تتهضروا في واحد الفنان وتتهضروا فيه وتجرحوه وتقولوا للناس في الاخر وديروا لنا لايك، تتاكلوا منه العجب، تتاكلوا منه وتطلبوا وتقولوا في الاخر انتم تتجرحوا وتهضروا في العرض ديالو وتهضروا في ولاده وتهضروا في عائلته وتهضروا في شخصه، وفي الاخر تطلبوا من المواطن تقول وديروا لنا لايك. شنو هادشي اللي ولا عندنا؟ المنتوج قلال عباد الله، راه هادشي باش طلعت انا في الشهره، راه المنتوج ولا خليل، راه شي حاجه اللي زوينه ما بقاتش في اليوتيوب. علاش الناس جاو عندي؟ راه كل لقاو شي حاجه اخرى يمشيو ليها. واش بقاو دابا واحد القنوات معدودين على الاصابع، معدودين. كاين مرميد الله يطول عمره، كاين السي الرمداني، كاين سي اخبار دارنا، كاين شي حاجه ولا قليله هما اللي كاينين. وكاين ناس برا في الخارج تيعطيو شي حاجه زوينه، ولكن ما عندناش 10 ولا 12 اللي كاينين، 10 ولا 12 اللي كاينين صاحبي في المغرب، وعندنا 500 قناه بلا 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 غير التخربيق. علاش راه سبب النجاح ديالي هي لقيت التيران خاوي، كل لقيت التيران عامره ما نقدش نزيد. كاين ناس قوى مني وناس يعرفوا احسن مني ما يخليونيش نزيد، يبلوكيوني بحال ريقبي ما ندوش. لقيت التيران خاوي،
تنقول القنوات قلبوا على المنتوج الخاص بكم ديالكم، شي حاجه ديالكم، ما تبقاش تابع غير الناس فلان ما تبقاش تابع غير الناس. الواحد ما بغى يشهر راسو بمنتوج ديالو، بحالي انا شريت راسي بالمنتوج ديالي،